أهلا بكم. هدفنا هو نشر الوعي وكشف الألاعيب التي يستعملها أعداء الإسلام لتضليل العوام. صافي دابا يا ربي، يا ربي، يا بود العظيم، يا بود العظيم، أدعوك أن تنزل قنبلة نووية على اليمن وعلى الخليج. قولي عاود لي شويه على هاد البوديه، عاود لي شويه على هاد البوديه. قراو بوذية بوذا. بوذا، لا إله إلا بوذا عما تشركون. بعد أول حاجة فهمتيني؟ بوذا فهمت. العظيم إله خلق الأرض والسماوات والكون والحياة والمجرات في 3 واش تا هو بحال المسيح زل عليكم هكا وقال لكم انا ربكم تا هو؟ أخي، خلق الأرض والسماء والمجرات في ثلاثة وما خلق يعني الجنس ساعات. الجنس ما خلق الانس والجن الا ليعبدوه، ياك؟ هو الحي اه، القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم يا صديقي. صدق بوذا العظيم. هذه فهمت إشاعات صدق. على بوذا عز وجل فقط. بوذا عظيم، بوذا رحيم. بوذا رحيم، كنت بوذا كيطلعوا لي قدوس. شي بوستات على البوذيه صراحه ناضين. أحسن من المسيحية بعدا. من ناحيتاش من شوف ناحية شنو اللي كيف خايف يا في ودي؟ المسيحيه، شنو اللي أستغفر خايف في بوذا المسيحيه، ونستعينه ونرضاه ونستغفر شنو بوذا. خايف في المسيحيه، شنو خايف في المسيحيه؟ التاريخ ديالها ود عمي. التاريخ ديال دوك الناس لا يمثل المسيحيه، ما كيمثلش المسيحيه. كيمثل المسيحية ود عمي. دابا انا نشرح لك. الكنيسه الكاثوليكيه في ديك الوقيته فاش كانت كدير دوك الحملات الصليبيه ودوك المجازر اللي دارتها، كانت كتخالف الكتاب المقدس، واش فهمتي؟ والكنيسه الكاثوليكيه دارت اخطاء بحال اللي كدير دابا فاش كتزوج المثليات داكشي خطيه في الكتاب المقدس، واخا راك نحترمهم ولكن داكشي خطيه في الكتاب المقدس. في ديك الوقيته كانت كتدير الحروب الصليبيه اللي هما لا يمثلون تعاليم المسيح، حيت المسيح قال لنا من ياخذ السيف بالسيف يهلك. طيب، ما رأيك أن إلهك يأمر بقتل الرضيع؟ وهل يوجد جريمة أبشع من قتل رضيع لا يستطيع حتى الدفاع عن نفسه؟ فقد جاء في سفر صموئيل الأول الإصحاح 15 العدد 2: هكذا يقول رب الجنود: إني قد افتقدت ما عمل عماليق بإسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر. وفي الآية التالية يقول: فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له ولا تعف عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعا بقرا وغنما جملا وحمارا. أزيدكم من الشعر بيتا عندهم نص يقول أن الله أرسل دب أكلوا 42 صبيا. طيب، من هم الصبيان؟ الصبيان هم الأطفال.